السلام دراري، معكم سكانير. كنبغي نشكركم بزاف على التفاعل ديالكم، سواء بجيم سواء بارطاج او بالاشتراك، وكنوعدكم مازال جايين بزاف ديال المواضيع اللي غادي نعريوهم وغادي نناقشوهم مزيان من هنا لقدام. ونبداو الموضوع ديالنا على بركه الله. اليوم غادي نسكانيو الكابوس اللي كيفيق معاه كل مغربي الصباح. سؤال بسيط ولكن الجواب ديالو معقد. علاش زدنا ساعه؟ وعلاش مفروض علينا نعيشوا معاها بزز؟ واش بصح هاد الساعه كتقتصد لينا الضوء والفلوس كيف ما كيقولوا في التلفازه؟ واش بصح اقتصادنا غادي يوقف الا رجعنا لتوقيتنا الطبيعي؟ والاهم من هاد الشيء كامل، واش كاين امل نرجعوا للساعه القديمه ولا هذا حكم بالمؤبد؟ اليوم غادي نحطوا العاطفه في الجنب وغادي ندويو بلغه الارقام وحقائق وتجارب ديال دول فايتانا. مرحبا بكم في سكانير. باش نفهموا المشكل خاصنا نرجعوا واحد شويه اللور. المغرب تاريخيا كان عايش بخير وعلى خير مع توقيت غرينيتش، كنا غاديين مع الشمس، الجسم مرتاح والحياه طبيعيه حتى العام 2008. هنا بدات القصه، قالوا لينا غادي نزيدوا ساعه غير في الصيف ونحيدوها في الشتاء. قلنا ماشي مشكل نجربوا، ولكن في 2018 نضنا في الصباح لقينا القرار نزل، الساعة الإضافية ولات رسمية ودائمة طول السنة. الحكومة أنذاك برات القرار بثلاثة الأسباب رئيسية. الأول هو توفير الطاقة باش نستغلوا كتر ضوء الشمس، وثانيا تجارة مع أوروبا باش نكونوا قراب لتوقيت فرنسا وإسبانيا وتسهل الخدمة، وثالثا السياحة باش المقاهي والريستورات يبقوا حالين وقت أطول في النهار. ودابا أجي نحطوا هاد الأسباب تحت سكانير ونشوفوا واش بصح تحققات على أرض الواقع ولا غير هضره. نبداو بالكهرباء. الدراسات الرسميه براسها كتقول باللي التوفير يلاه كيوصل ما بين 1 حتى ل 2%، وهذا الشيء غير في الصيف. اما في الشتاء المعادله كتقلب، الناس كيولي خاصهم يشعلوا الضوء والشوفاج في الصباح بكري حيت باقي الظلام، يعني داكشي اللي قدرتي توفروا في العشيه كتخسروا كل صباح. اذا حجه التوفير ضعيفه بزاف. ثانيا ندوزو للتجاره مع اوروبا. في 2018 كان ممكن تكون مقبولة، ولكن اليوم احنا في 2026، العالم كله خدام بزوم، واتساب، ايميلات وشركات كبار ولات جلوبال. واش الشركة خدامة مع امريكا ومع الصين غادي تحبسها ساعة ديال الفرق مع فرنسا؟ طبعا لا. وثالثا بقات السياح كيجيو للمغرب باش يعيشوا الجو المغربي، يعني هما اللي كيتأقلموا معانا، ماشي احنا اللي خاصنا نفيقوا قبل الفجر باش هما يشربوا قهوة. ولكن المشكل ماشي غير في الارقام والاقتصاد، المشكل الحقيقي هو الانسان. شنو الثمن اللي كيخلصوا المواطن المغربي؟ اول ضحيه هما الوليدات الصغار. 70% من الامهات كيقولوا ان ولادهم كيمشيو للمدرسه وهما مسخسخين. الظلام، البرد، الخوف. ودراسه في جامعه ابن زهر اكدت باللي التركيز عند التلاميذ كينقص ب 25% بسبب قله النوم. وثاني ضحيه هو الموظف، خارج من الخدمة مع السد العشية، ولكن نسبة للساعة اللي زيادة كتعتبر 7 الليل، يعني النهار طار وما بقاش عنده الوقت للحياة الاجتماعية وللعائلة. علميا الجسم ديالنا مبرمج يفرز هرمون الميلاتونين مع الظلام. ملي كنلعبوا بالساعة كنخربقوا هاد السيستم، والنتيجة أرق وتوتر وزيادة خطيرة في حوادث السير اللي كتقدر ترتفع ب 15% في الأيام الأولى من كل تغيير. واش حنا بوحدنا اللي اذكياء في هذا العالم؟ اجيو نشوفوا دول كبار شنو داروا. البرازيل مثلا بقاو خدامين بالساعه الاضافيه من 2002 حتى ل 2019. في الاخر داروا دراسه جديه ولقاو باللي توفير الكهرباء شبه منعدم. شنو داروا؟ لغاوها بقرار واحد، والنتيجه الاقتصاد ما طاحش والبرازيليين تنفسوا وارتاحوا. روسيا حيداتها، تركيا حيداتها، وحتى السويد رجعوا للتوقيت الطبيعي حيت لقاو الانتاجيه بنادم كطيح. الدول اللي كتحترم البيولوجيا ديال شعبها هي اللي شعبها كينتج مزيان. اذا كيفاش نقدروا نرجعوا؟ الحل تقنيا ساهل بزاف، مرسوم في الجريده الرسميه وكل شيء غادي يرجع لبلاصتو. التليفونات والبيسيات غادي تبدلوا اوتوماتيكمون. خاصنا غير دراسه حقيقيه وشجاعه، استفتاء الكتروني بسيط نسمعوا فيه لصوت الشعب ونبداو نرجعوا تدريجيا. ولكن السؤال الكبير، علاش المسؤولين متمسكين بها؟ الجواب غالبا هو الخوف من الاعتراف بالخطا. في الثقافه الاداريه عندنا تراجع عن قرار كيعتبروه فشل ماشي تصحيح مسار.
زيد عليها ضغط اللوبيات بحال اللوبي ديال الفنادق اللي كيهمهم غير الربح المادي المباشر اكثر من الصحه النفسيه ديال المواطن المغربي. وبخلاصه يا ساده، الساعه الاضافيه كانت فكره ديال عصر المصانع القديم. اليوم حنا في مغرب جديد، مغرب الرقمنه والخدمات. واش 1% ديال توفير الكهرباء اللي مشكوك فيها اصلا كتستاهل نضحيو بصحه 6 مليون تلميذ وباعصاب الملايين ديال الموظفين على قبلها؟ البرازيل جربات وفهمات الدرس ورجعت للساعه ديالها. واش حنا غادي نبقاو نعاودوا نفس الغلط ونتسناو نتائج مختلفه؟ خليو لي الراي ديالكم في التعليقات. واش نتوما مع الرجوع للساعه القديمه ولا ولفتوها التوقيت؟ وما تنساوش الاشتراك باش يوصلكم السكانير ديال المواضيع الجايه.